السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي يا شباب الطيارة بتاعتنا شكلها الأخير حيكون حاجة عاملة زي كده. دي عملية بتاعت محاكاة عملها الباشمهندس أحمد مرغني. الجزئية تحت من الطيارة دي الحتة اللي حنشيل فيها بعدين أكياس الدم وحنشيل فيها جزء من البطاريات. الفيديو ده عملية بتاعت محاكاة لما الطيارة تكون طايرة بزاوية 20 درجة اللي هي يعني في التيك اوف. دي صورة للطيارة من غير الجزئية تحت اللي هي الحتة بتاعت البيلود أو الحتة اللي حنشيل فيها أكياس الدم. في الفيديو ده عاوز أوريكم وصلنا وين في التصنيع بتاع الضنب أو الجزء الخلفي من الطيارة اللي هو الفيتيل ده. نحن شغالين بكربون فايبر. دي الصورة اللي وصلنا لها لحد الوقت ده. في الفيديو ده الباشمهندس مهيد بيورينا الحتة اللي وصلنا لها في الضنب. القطعة البيضاء اللي هو ماسكة دي قطعة مطبوعة بنوع معين، نوع خاص من البلاستيك اسمه ASA. طباعته صعبة شوية لكن بيستحمل درجات حرارة عالية وبيستحمل أشعة الشمس أو الأشعة الفوق البنفسجية بصورة ممتازة. الحاجات السوداء دي هي جسم الضنب ذاته، الجنب اليمين والشمال. نحن طبعا شغالين بضنب نوع فيتيل ودي المعمولات بكربون فايبر، والقوالب بتاعتهم ذاتها طبعناها في السودان بطابعاتنا الثلاثية. قلنا نديكم ابديت سريع يا شباب. الناس تصندد وبكرة أحلى إن شاء الله.